هنعمل لكم فيديو بتغيير ألسيه الحلزونة. لو الألسيه الحلزونة عندك ضارب ازاي تغيره. هنفك المسمار ده بتاع الصدارة بتاع الحلزونة الأول. هنفك الحلزونة من مكانها. هنجيب ألانكيه 5 ونحل مسمار الألانكيه ده. هنطلع القاعدة بتاع الحلزونة. هنطلع الصبع بتاع الغيارات. بعد كده هنطلع الألسيه. الألسيه في قلبه الزيت اهو. هنغير بقى الألسيه الجديد. هنركب الألسيه. طبعا الصابع ده بتاع الغيارات ده طبعا بيبقى فيه بليه جوه اهي معلمه في الصبع اهي. ممكن تغيره برضو عشان هو لو بايظ لو خفيف من هنا وبيخلي لك المكنه تضرب ألسيه. تمام. طبعا في ناس عاملين عليها فيديو اكيد يعني عليها بيقول لك غلط اللي انت تركب البليه بتاع الحلزونه. طبعا مش غلط، ما في بليه جوه ما كانش الهند حطها البليه دي عشان ما تعملش دقره. تمام. احنا مثلا هنركب الصابع. عندنا مثلا مسمارين بيحكوا ببعض، انتوا اللي هتقولوا لي الكلام ده صح ولا لا. المسمارين دول بيحكوا ببعض اهم. تمام. لو حطينا في وسطهم بليه زي دي كده مثلا اهي، طبعا هتمنع الاحتكاك وهتخلي المسمارين خفاف على بعض ما يدقروش بعض. ففي ناس بيقول لك اكبر غلط تحط بليه. لا طبعا البليه دي هي اللي بتسهل معاك الدبرياش وبتخليه ميه وما تخليش المسمار او الصبع يتاكل. مسمار الدبرياش اللي هو ده ما بتخليش يتاكل من جوه البليه، حتى لو نشفت من الشحم ما الدبرياش ما يعلقش معاك. ففي ناس بيقول لك البليه دي غلط. لا، هي البليه ديتي هي الحاجه الوحيده اللي اتعملت صح في الدبرياش. فهنحط البليه هنا كده اهي، اتحطت هنا اهي على حته شحم ونشحم الحلزونه ونقفلها. فانتوا هتقولوا رايكم بقى لو هي فيها بليه اسهل ولا ما يكون ما فيهاش بليه. عشان في ناس بيقول لك غلط البليه اللي معموله، الناس اللي بيعملوا بليه، فما فيش حد بيعمل البليه ده الا انا. فاكيد الفيديو ده معمول عليا. فانتوا بقى اللي تحددوا بقى البليه دي صح ولا غلط. لازم بليه هنا عشان ما تاكلش سن المسمار ده وما تاكلش الصبع ده البليه، وبتخلي الدبرياش معاك خفيف ميه، تخلي الدبرياش معاك خفيف وما تعملش تآكل حتى لو نشفت من الشحم. هنقفل الصبع بتاعنا. قفلنا الصبع. هنجيب القاعده لها اتجاه طبعا، دي بتبقى فوق، الشرطتين دول بيبقوا فوق. هنجيب المسمارين بتوع الألانكيه. انا بسرع الفيديو عشان محدش يقول لي انت بتطول علينا. بنقفل بسرعه اهو. هنحط حته شحم صغيره في الحلزونه ما نكترش في القعده. هنجيب الغطا ده نحطه، الغطا ده عشان التراب نحافظ عليها. هنقفل بقى الحلزونه، نحط عليها شويه شحم وهنقفلها. لها طريقه في التقفيل طبعا. تجيب النص لفه دي بس وتطلع لي دي تبقى قبل الايه، تبقى قبل الشرطه دي اهي. لو طلعت منك فوق سنه عادي او تحت سنه عادي مفيش مشكله. احنا يعني بنقول دي ما تبقاش تحت، الحته دي تبقى فوق عشان تظبط معاك الحلزونه. يعني لو معاك سنه فوق مفيش مشكله، سنه تحت مفيش مشكله، مش لازم تعلمها قبل الشرطه بالظبط، مفيش مشكله.
لو طلعت منك نص سنتي هنا ونص سنتي هنا عادي. شبكنا السلك طبعا، وهنقفل المسمار بتاع الصدادة بتاع الحلزونة. المسمار ده طبعا فايدته اما السلك يتقطع معاك الحلزونة ما تقعش منك، لان لو السلك اتقطع الحلزونة بتقع. فده صدادة لا عشان الحلزونة ما تقعش، فضروري لازم المسمار ده. كده خلاص ورانا لك ازاي تغير الألسيه بتاع الحلزونة، وازاي تشحم الحلزونة. طبعا الدبرياش معانا هيبقى مية، دبرياشها مية خالص اهو. بتخف الدبرياش خالص الحركة دي. وشكرا.